يخرب بيوتكم، تأهل بطلوع الروح وبهدية من منتخب موزمبيق. بص انا هقول لك على حاجة، المنتخب اللي شفته ده منتخب رجالة والله، منتخب حسيته عاوز يعمل حاجة، وعلشان كده على فكرة ربنا كافئك وجاب لك هدية موزمبيق. ان منتخب موزمبيق يتعادل مع منتخب غانا في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 90، لا دي معجزة، والهدايا ما بتجيش الا للمجتهد. اي نعم احنا دفعنا شوربة بس الحمد لله عدت على خير. واللي زعلني الصراحة هي إصابة الشناوي، ان شاء الله يقوم بألف سلامة. هنعمل زي البطولة اللي فاتت ولا ايه؟ سيناريو غريب وعجيب جدا يخليك تطلع السما وفجأة ينزلك 7 أرض. تعادل 2-2 مع الرأس الأخضر للمرة الثالثة في البطولة. ولكن سيبوني أمدح شوية في الراجل ده، أهم لاعب في المنتخب دلوقتي هو تريزيجيه، منقذ حاسم فعال هجام زي ما أنت عايز تقول قول، وبلاش كلمة تريزيجيه بقى نقول تريزيجول. ده لاعب حرام يقعد دكة، أكتر لاعب مظلوم في المنتخب أقسم بالله. نزل من على الدكة سجل جول وصنع الهدف الثاني لمصطفى محمد بطريقة جميلة، وبشيد طبعا بمصطفى محمد اللي جاب الجول بطريقة ولا أروع. وكمان لازم نشيد بعمر مرموش. وتعالى لي بقى لامام عاشور ومروان عطيه، دول قطعتين في نص ملعبك ممكن تقول جواهر كده، مستواهم فعلا اعلى من باقي اللعيبه في البطوله. لاعبين محاربين مقاتلين، بيهاجموا بيدافعوا بيطلبوا الكوره وبيستلموا بيسلموا. يعني بالله عليك مروان عطيه ده كان قاعد دكه للنني. انا مش هتكلم، قول لي انت في التعليقات. نيجي بقى للدفاع وهي اكبر مشاكلنا مع منتخب مصر. ممكن تقنعني انت ازاي في 3 مباريات تستقبل 6 اهداف؟ ليه انت فاتحها على البحري؟ للاسف انت فاتحها على البحري. ده انت مع كيروش البطوله اللي فاتت طوال البطوله ما استقبلتش غير هدفين بس. كمان مع هيكتور كوبر انت كنت من اقوى الدفاع اللي في قاره افريقيا كلها. وعمرنا طبعا ما هننسى المباراه اللي في كاس العالم مع اوروجواي. اما بقى النهارده مع روي فيتوريا بقى سهل جدا اي منتخب درجه ثالثه يسجل فيه. ممكن تتفرج مثلا على الهدف الاول بتاع الراس الاخضر وتتفرج على تمركز اللاعبين، حاجه يعني الف ب كوره، واقفين غلط ودفاع زي الزفت. في احدى الانترفيو لروي فيتوريا انا شفته كان بيتكلم على الهجوم وعلى الدفاع وعلى انك ازاي توازن ما بين الاثنين في فرقتك. وقال نصيا ان في مصطلحات في الكوره بتقول لك لو انت عاوز تفوز بمباراه فانت لازم تهتم بالهجوم، انما لو عاوز تفوز ببطوله لازم تهتم بالدفاع. بس انا للاسف النهارده انا مش شايف الكلام ده. ما هي حاجه من الاثنين، يا اما انت ما عندكش افكار انك تعلم اللعيبه وانك تصنع بافكارك منظومه دفاعيه قويه، يا اما اللعيبه اللي عندك دي اخرها ومش هتدي اكتر من كده ودي امكانياته. تمام كده. عايز اقول لك بقى ان بنفس اللعيبه دي ما زادش عليهم حد ولا اقل منهم حد. هم اللي كان مع كيروش بدفاعهم القوي، وهم اللي كان مع هيكتور كوبر وكنا منظومه دفاعيه قويه جدا. اذا الاجابه انك انت ما عندكش افكار ومش قادر تصنع منظومه دفاعيه قويه بافكارك. اتمنى ان احنا نخلي بالنا من النقطه دي علشان داخلين على ايام صعبه قبل دور ال16. مفيش بقى هدايا بعد كده. الماتش اللي جاي ده لا يقبل القسم على 2، لازم منتخب واحد هو اللي يفوز. وفي النهايه منتخب مصر سيواجه المركز الثاني من مجموعه المغرب.